السلام عليكم خواتاتي، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. جبت لكم اليوم هذا الخبز تاع الملعقه، خبز ساهل ماهل، ديروه بالفرينه يجي كي المسكوتشو كيما راكم تشوفوا. يصلح للسحور، يصلح للفطور، للشوربات، يصلح لكل شيء. شوفوا البنات كيفاه يجي ما شاء الله، ساهل ماهل. قلت لكم يدك ما تقيسش العجين، يعني راح ديريه بكل سهوله وبكل بساطه. واذا ضفتي له يعني شويه تاع المزهر، مثلا حبيتيه الحليب ديري له شويه تاع المزهر، يولي كي البريوش يجي ما شاء الله مع الحليب روعه روعه يا البنات. تبعوا معايا حباباتي قبل ما نبداو، ديروا للجام كيما مالفين. وهيا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عندنا كأس ونصف من الحليب الدافئ، عندنا ملعقتين كبيره من السكر، عندنا ملعقه كبيره يعني هكا كما راكم تشوفوا نتاع الخميره الفوريه. هكا نخلطوا مليح هاد المكونات ونغطيو عليهم باش نشوفوا يعني اذا الخميره تاعنا تفاعل ولا لا، ولا اذا مليحه ولا لا. باش اذا مش مليحه وما تفاعلتش السما ما كان لا تخسري الحوايج اخرين دركا، ولا شغل هذا الخليط راكي ترميه وخلاص، ولا ديري به حاجه اخرى تاع حاجه مش تاع باش تطلع لك ولا حاجه. يعني هكا الخميره تستيها باش تهنى يعني في المرحله هذه. شوفوا لهنا خليتها دقيقتين برك تفاعلت هذيك الخميره تاعي، دارت فقاعات. ودرت لها 4 ملاعق كبيره نتاع الزيت، تحبوا زيت زيتون ولا زيت هذا زيت الذره. ودرت لها الملح، درت ملعقه صغيره، ديروا ملعقه صغيره برك بزايده البنات، ما ديروش 1.5، يعني ملعقه صغيره وشويه هذيك برك زدتها لي شويه برك مالحه، يعني شويه برك زايده ملح. نتوما ديروا 1 ملعقه يعني متوسطه هذيك ماشي صغيره تاع الشاي، متوسطه هذيك ديروها ملح. ضفت لهنا الكاس الاول تاع الفرينه يا بنات. تبعوا الطريقه راهي مهمه بزاف، ما تضيفيش الفرينه كامل على دفعه واحده. يسمى لاستيس نتاع الخبز هذا في هذه الاضافه بشويه بشويه. ضفت الكاس الاول تاع الفرينه وخلطت هكاك مده حوالي دقيقه كامله. راني نحي في لقطات باش ما يجيكمش الفيديو طويل بزاف. ومن بعد زدت الكاس الثاني كما راكم تشوفون، نخلط مليح 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 حتى تشوفوا بلي الخليط تاعكم تليسه. هذا راهو تخلط ماهوش يعجن، باش ما تقوليش فيه تعب ولا حاجه، فيه صح التخلاط ولازم تخلطيه سينو ما ينجحلكش وما يجيش فيه الفقاعات هذوك. شوفوا لهنا بشوي بشوي درك يرطب الخليط تاعنا، يولي يرطب بوليس خلاص. تخلطوا هكاك قولوا دقيقتين هكاك وانتي تخلطي بالملعقه، ولا تحبي ديري فوي ديري فوي. شوفوا البنات كيفاش ولات العجينه تاعنا ولات رطبه وبدات تتماسك، بدات شغل دير في العلك كما راكم تشوفوا. شوفوا كيفاه ولات رطبه ومتماسكه شويه، ما ولاتش جاريه. ونضيفوا هنايا هذا الكاس الثالث، زدت منه حوالي ملعقتين كبار برك. يسمى هزت لي في الفرينه كامل، هزت لي 2 كيسان كاملين ممسوحين وحوالي 2 مغارف كبار. يعني الكاس الثالث هذا دوك تشوفوا قدواش خليت منه يعني الفرينه. شوفوا تحصلوا على قوام هكا، ما يكونش جاري بزاف. اذا جاكم جاري بزاف راهو يطفى لكم في الكوشه، واذا كان ناشف ثاني ما يوليش خبز سائل، يسمى هذا خبز السائل. شوفوا كيفاه جات العجينه. وهاي الفرينه اللي قعدت لي من الكاس الثالث، يعني باش يكون على بالكم. وكل وحده والفرينه تاعها، ممكن تي الفرينه تاعك تهزلك اقل، ممكن تهزلك اكثر. مهم تحصلي على هذا القوام هكا يكون جاري وفي نفس الوقت متماسك هكا فيه العلك، تحسيه فيه العلك. تحكموا ترمدوا هذاك الاخر تاعكم، المول تاعكم ديروا له الزيت ولا زبده وترمدوه بالفرينه وتلوحوا هذا الخليط كامل. القطر تاع المول راني كتبت لكم لهنايا من 30 الى 31 سنتيمتر. لهنا بما اني درت الخبز هذا بلا بيض، يعني الحوايج اللي بلا بيض موجهه للناس اللي عندها حساسيه تاع بيض، يعني في الاغلب على بها حبيت نكملو بلا بيض، ما حبيتش ندهنو بالبيض. درت لهنا شويه تاع الحليب ودرت له نسكافيه ودرته هكا على الوجه نخبز به كامل. على واش قاعده ندهن فيه دركا باش من بعد في الاخير ما ندهنوش، يسمى كي ندهنو دركا قبل ما يطلع احسن. خاطر هذا الخبز طري اذا دهنتو يعني في الاخير مثلا خليته حتى يطلع وكلش من بعد نروح ندهن فيه، ممكن نقيسو هكا برك بالفرشات ولا بيدي راح يهبط كامل، يسمى يهبط كامل. انا نفضل اني ندهنه دركا ونخليه يطلع، يعني ديروا له تزيين كما تحبوا بالسينوج بالججلانيه باي حاجه وخليوه يطلع وهكا هو هكا مدهون، باش من بعد يعني غير ما يطلع تحطوه في الكوشه مباشره. راح نغطي عليه لهنا ونخليه يطلع، يعني ممكن يدي لكم هكا 10 دقائق، ممكن 4 ساعه. هنا شوفوا راني حليت عليه لقيته مازال شويه، دوك نزيد نعاود نغطي عليه، نزيدو حوالي 5 دقائق برك ولا 10 دقائق. مهم يعني نزيدوا له هكا كل وحده والجو تاعها، يعني كاين اللي ساكنين في بلايص تاع التل بارد الحال، هنا عندنا في الصحراء سخون الحال. مهم نتوما كل وحده كيفاه.
شوفوا لهنا كيفاه ضعف الحجم تاعو ما شاء الله. تحطوه في الكوشه، يعني قلت لكم دائما المخبوزات يحبوا الكوشه تكون سخونه. طيبوه اذا الكوشه تاعكم تاع غاز كيما تاعي عاديه ما فيهاش فونتيلاتور، طيبوه من التحت وتعاودوا طيبوه من الفوق وفرات. شوفوا البنات ما يلصق ما والو. مهم مهم انكم ترمدوا هذاك الاخر تاعكم، يعني المول تاعكم ديروا له زيت ولا زبده وتزيدوا له الفرينه ولا سميد كيما تحبوا نتوما. وشوفوا كيفاه يجي الخبز تاعنا ما شاء الله، يجي مع الشربات، يجي مع قلت لكم مع الحليب. اذا تضيفوا له يعني مغرف ولا زوج تاع مزهر مثلا، تنحيوها من الحليب وتزيدوها مزهر، يجيكم ما شاء الله، يجيكم كي البريوش مع الحليب. شوفوا كيفاش، ودوك نقسم لكم تشوفوه بعينيكم كيفاه يجي ما شاء الله. يعني يستاهل تجربة هذا الخبز، وساهل خاصة يعني في رمضان ولا دائما نتعبوا بزاف في الحقيقة في رمضان ونطيبوا بزاف. يعني الحوايج هذه سهلة تسهل عليك، خاصة كي يعود راح عليك الحال ولا حصلتي يعني راح يسلكك. شوفوا البنات كيفاه يجي، يعني ما شاء الله يستاهل التجربة بربي. ان شاء الله راح تسيوه وراح يعجبكم بزاف وتعتمدوه دائما. اذا وصلتي لهذه المرحله من الفيديو ولا لهذه الدقيقه من الفيديو، نتمنى انك ما تنسايليش اللايك وتضغطي لي على زر اللايك باش يطلع الفيديو يوصل اكبر عدد ممكن من المشاهدين. حباباتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.